طيب الكسوة بتتعمل ازاي؟ السؤال ده المفروض احنا نتساءل فيه ونفكر فيه. بيجي الراجل الصنايعي اللي عاوز يتعلم وعنده حرفة وعاوز يتعلم ازاي يعملوا الكسوة، ما بياخدهوش كده وخلاص، لا ده هو بيجي واخدينه من صيته او من جودة مهنته او كذا، وبيجي للراجل مدير دار الكسوة. وبالمناسبة دار الكسوة اللي موجودة في الخرنفش هي إحدى الدور اللي تم ممارسة صنع كسوة الكعبة فيها، يعني ما كانتش دي الدار اللي عملها بيبرس كما يدعى، ولا دي الدار اللي كان بيعملها شجر الدر كما يدعى، لا الدار دي اللي عملها محمد علي، الدار دي اللي عملها محمد علي. لكن قبل كده ما كانتش في الخرنفش، لا ده كانت في أماكن تانية. لكن خلينا على حتة الخرنفش لسبب، لان هي الدار المكان الموثق، او هو اللي هي المكان الباقي، وللاسف ان هي مقفوله. يعني انا اتمنى ان هي تتم ترميمها وفتحها، ويتم عرض النول والحاجات اللي بيتعمل بيها صناعه الكسوه، علشان نحيي الفخر بان دي المكان اللي كان بتخرج منه كسوه الكعبه المشرفه. المفروض ان احنا حاجه زي دي ما تبقاش مغلقه، المفروض ان يتم احيائها. المفروض ان دي حاجة استمرت قرون طويلة، مش 10 سنين ولا طلعت كسوتين وبطلت، لا ده قرون طويلة. المفروض ان ده مكان مش فخر للمصريين فقط، لا ده فخر لكل المسلمين في كل بقاع الارض. يا ريت الدار دي تتفتح تاني ويتم ترميمها، ويتم عرض نماذج مش بني ادمين، لا نماذج الادوات اللي كانت بيتصنع منها كسوة الكعبة، نماذج حقيقية أو مقلدة يا سيدي. المهم إن المكان يرجع للحياة، نثبت بيه إن ده المكان اللي كانت بتتصنع فيه كسوة الكعبة. ده حقنا كلنا وحق أولادنا وحق أجيال طويلة ماتت، حقها إن هي أحفادهم يعرفوا المجهود اللي كان بيبذل. نرجع ليه. الراجل الصناعي بيقابل مدير المكان وبيتعرف عليه وبيقول له هنعمل واحد اتنين تلاته. طيب يلا بينا نخش نصنع كسوة الكعبة، يلا يخش الصناعي فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. قبل أي حاجة بيخش بيلاقي فيه صحن مية، المية دي مش مية عادية، دي مية زمزم. في صهريج تحت دار الكسوة بيبقى مليان ماء زمزم جاية من الحجاز، يعني